السلام عليكم، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بغاشة الأفران، حلوى منتشرة في الأفران وكمان بحبها الكبار والصغيرين. زي ما انتوا شايفين منفوخة ازاي وكمان بتقرمش معانا. هنعملها النهارده ونضيف ليها الشربات، تقدري كمان تضيفي ليها العسل أو تحشيها بالشوكولاتة والكريمة على حسب الرغبة. نوع الحلويات ده بيحبه الأطفال جدا جدا، وهيتبسطوا بيه جدا لما تعمليه ليهم في البيت. وهو سهل جدا وعمايله ما بتاخدش معاكي وقت اكتر من انك بتسيبيه يرتاح شوية في التلاجة. هو ده اكتر حاجة هتتعبك يعني، ممكن ياخد معاكي ساعة بالراحة والخبز. النهاردة هنعمله مع بعض. ما تنسوش قبل ما نبدأ الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. الكوب المعياري اللي استخدمته في وصفة النهاردة هو كوب الشاي اللي متوفر في كل بيت. استخدمت كوب ماء. اول حاجة انا ضفت المية، ضفت عليهم معلقتين كبار من السكر وذرة صغيرة من الملح. اهم حاجة لازم اتأكد ان السكر داب معايا علشان ما يحببش معايا العجين، دي اهم خطوة. والمية مية عادية خالص من الحنفية. احنا بنضيف الدقيق بالتدريج على مراحل علشان طبعا كل نوع دقيق بيختلف عن النوع التاني. انا استخدمت دقيق الضحى. فأهم حاجة احنا بنضيف الدقيق بالتدريج نص بنص. أنا استخدمت 3 أكواب ونص من الدقيق. طبعا أهم حاجة العجن المستمر، والعجن ما يقلش عن 10 دقايق، لأني أنا عايزة العجينة معايا تكون ملساء وطرية. فلازم تاخد حقها في العجن كويس جدا جدا. وكمان لو انت عندك عجان فهيسهل معاكي الموضوع ده، ولكن لو ما عندكيش عجان فانت لازم تديها حقها وتخليها تكون طرية معاكي زي الشكل اللي انت شايفاه. بسيبها ترتاح مش اقل من 5 دقايق. هي ما فيهاش خميرة، ولكن انا عايزاها ترتاح علشان تساعدني في الفرد. انا ما سبتهاش ترتاح مدة طويلة لان كمان لسه هترتاح مرتين بعد كده، بعد التقطيع وكمان بعد الفرد وقبل التسوية، يعني هترتاح على الاقل 3 مرات. قبل ما ابدأ بالفرد بضيف كمية من الدقيق علشان ما تلزقش معايا على سطح العمل. واهم حاجة لازم اخليها على قد ما اقدر بشكل مستطيل. بعد ما اتأكدت ان انا فردتها كلها بنفس السمك وهو سمك 1 سنتي على شكل مستطيل، نيجي دلوقتي للزبدة او السمنة. انا استخدمت سمنة بلدي بدرجة حرارة الغرفة. طبعا السمنة البلدي مش هنلاقيها متوفرة عند كل الناس. كمان تقدري ان انت تستخدمي زبدة او سمنة على زبدة، لكن ما ينفعش ان احنا نستخدم زيت لان الزيت هيخرج بره العجينة. كمان في الأفران بيستخدموا نوع زبدة اسمه مارجرين، والنوع ده بيكون يعني ما بيسحش بسهولة، فهيشتغلوا على طول بالعجينة. لكن احنا لان انا استخدمت سمنة بلدي، لو اشتغلت بيها على طول فهتسيح معايا وهتخرج برا العجينة. علشان كده لازم اريحها في التلاجة على الاقل 10 دقايق. اول حاجة بعد ما بضيف السمنة البلدي واتأكد ان هي ضفتها على كل قطعة العجين، ببدأ ان انا الفها رول. الرول ده هو اللي هيخلي معايا فيه طبقات مورقة في البغاشة. بعد ما لفيتها رول هبدأ ان انا اقطعها. انا قطعتها بمقدار 4 صوابع، تقدري ان انت تصغري او تكبري على حسب رغبتك. ولكن لو صغرتي وكبرتي فلازم تتأكدي ان انت هتسوي الصغيرين لوحدهم وبعدين الكبار لوحدهم علشان ما ينشفوش معاكي. فدي معلومة مهمة جدا. واهم حاجة بعد ما بنقطعهم، بما ان احنا استخدمنا نوع من السمنة البلدي، فلو اشتغلتي بيها هتسيح، لازم نسيبها في التلاجة على الأقل 10 إلى 15 دقيقة. لازم أكون مغطياها علشان الوش بتاعها ما ينشفش. بعد ما خرجتها من التلاجة بعد ربع ساعة ببدأ إن أنا أدهن المرة دي سطح العمل بالزيت. أدهن الزيت هيسهل معايا بفرد العجينة، ولكن نكون مش قاسيين على العجينة علشان ما تتقطعش معاكي. ببدأ إن أنا أفردها على شكل برضو مستطيل. بعد ما خلصت فردها ببدأ دلوقتي ان انا اضم الاطراف على بعض، اطبق الاطراف على بعض، الشمال وبعد كده اليمين وبعد كده من فوق وعلى تحت زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وارجع تاني بعد ما خلصت كل الكمية بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، هرجع اريحها تاني 5 دقايق في التلاجة علشان لو اشتغلت على طول طبعا السمنة
هتسيح معايا. دي آخر فردة أنا بفردها على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين، وطبعا بدهنها بشوية من الزيت. دهنة الزيت هتساعد العجينة معايا ان هي هتتفرد بسهولة وما تتقطعش معايا. اهم حاجة طبعا الفرن لازم يكون سخن مسبقا على درجة حرارة 220. لو الفرن بتاعك درجة الحرارة بتاعته عالية جدا او حامي جدا، تقدري ان انت تهديها لدرجة حرارة 200. كمان تسوية البغاشة بتكون من تحت بس، ولكن لو استوت من تحت ولسه بيضة من فوق وعايزة شوية سوا، فانت تقدري ان انت تشغلي النار من فوق او تشغلي الشواية. بس قبل ما تدخليها الفرن وبعد ما خلاص فردتيها اخر فردة وحطيتيها على الصاج، طبعا الصاج اهم حاجة يكون مدهون بدهنة زيت خفيفة. تاني حاجة لازم تسيبيها ترتاح شوية، لان انتي لو دخلتيها على طول بعد الفرد مباشرة الفرن هتكش معاكي جوه الفرن، فانتي لازم تسيبيها ترتاح شوية. هنيجي بقى للشربات بتاع البغاشة. انا عملت كوباية كوب من السكر عليه كوب من المية ومعاه كمان شريحة من الليمون. حطيتها على النار 5 دقايق وبعد كده طفيت عليها. بس انا كان عندي نص لوح من شوكولاتة المطبخ البيضة، حطيتها في طبق وحطيتها طبعا على بخار ماء مع نقطة صغيرة من الزيت، علشان طبعا الجو ساقعة فهتنشف معايا لو انا سيحتها على طول. فانا ما حطيتهاش على بخار مية، حطيتها على الشربات وهو بياخد غلوة. فدلوقتي بعد ما خرجتها من الفرن بسيبها ترتاح شوية وببدأ ان انا اضيف ليها الشربات بتاعها بعد طبعا ما برد. تقدري انتي تتحكمي في البغاشة بتاعتك. لو انتي حابة ان هي تكون مقرمشة فانتي تقللي من الشربات او العسل، ولكن لو انتي حباها ان هي تكون طرية وغرقانة بالعسل فانتي تقدري ان انتي تضيفي ليها كمية العسل المناسبة ليكي والحلاوة، وتزينيها كمان على حسب الرغبة.